ما هي الفكرة في ايه بقى علشان تتعلم الرسم او تاخد خطوات قوية في اكتساب المهارة دي؟ هل المهارة دي مكتسبة ولا انت بتتولد بيها؟ مش هنجاوب على السؤال ده. ده قلم جاف ودي اي ورقة قدامك على المكتب، وتعالى كده نجرب نرسم. تعالى نعمل شكل هندسي وليكن مربع. ما تعملوش مظبوط، يعني اعمله اي كلام. ادي شكل مربع، وانزل منه بشكل مستطيل مثلا اخره هنا. تعالى للشكل المستطيل ده وتعالى ناخد خط من النص كده. طبعا انا المفروض ان انا اقول لك احنا بنعمل ايه، بس انا بس ايه بوريك ان انت بترسم عباره عن اشكال هندسيه وخطوط مستقيمه بس، علشان في الاخر تطلع ايه، عشان هتطلع زي ما انت شايف كده دلوقتي. باجي عند المربع اللي فوق ده وبعمل له علامه زائد في النص بالشكل ده كده. برسم عليه عين هنا وعين هنا. الخط اللي هو العرض ده برسم عليه عين هنا وعين هنا. وفي النص بعمل له مناخير باي شكل ان شاء الله يكون دايره. بعد كده البق او الشفايف. طيب ادي الحواجب. الودان بتترسم فين؟ بتترسم على نفس الخط اللي بالعرض ده ولكن بره. نص دايره ونص دايره. طيب الباقي بقى ده جسمه، نص فوق ونص تحت. بنزل بالدراعات من عند الكتف، ده منطقه الكتف اهي اللي هي تحت الرقبه على طول. طبعا في هنا رقبه بس احنا عملنا الراجل ده ايه، زي جسمه كده ايه، كنس في بعضه كده فمش باين فيه رقبه. بنزل بدراع وبنزل بدراع تاني. تنزل لحد بعد الوسط بشويه. وادي كف ايده. باجي هنا في النص بعمل ايه، خط بسيط كده، طبعا ما وصلش للاخر بس يعني هو ممكن اعمل ايه، شكل الحذاء بتاعه تحت كده. نعمل له بقى شعر. كل ده ممكن تعرف تعمل احسن منه لو انت بقى عرفت الفكره. تعالى بقى نتكلم في الفكره. الفكره بقى في ان الشخصيه او اي انسان عامه بيبقى عباره عن راس وجسم من فوق او البطن والصدر والجزء اللي تحت اللي هو الرجلين. طبعا بتعمله في خط واقف كده علشان يبقى واقف مظبوط ما يبقاش مايل. وادي الخط اللي هو العرض اللي هو عليه اللي هو الارض اللي واقف عليها الشخصيه. طيب الراس عندي من فوق، الوش بيبقى عباره عن خط فيه علامه زائد. علامه الزائد دي هي اللي بتقسم لي الوش. الخط اللي بالطول بيقسم الوش اليمين يبقى زي الشمال. الخط اللي بالعرض هو اللي برسم عليه العينين. طيب الخط اللي بالعرض ده ممكن نعمله في مكان معين؟ لا، احنا في الكاريكاتير مش ملتزمين بمكان معين، احنا ممكن نعمل الخط اللي بالعرض ده تحت. ساعتها هيبقى عندي المنطقة دي كلها، منطقة القورة دي أو الجبهة هتبقى كبيرة زي ما هرسم كده دلوقتي. ادي عين هنا وعين هنا، وادي حواجب، وادي المناخير في النص، وطبعا الودان بتبقى في نفس الخط اللي بالعرض. طالما انا بقى نزلت بالخط اللي بالعرض ده تحت كده فالعينين عليه، يبقى الودان كمان هتنزل معاه. مش هعملها فوق كده علشان ما يبقاش شكله دبدوب يعني. ماشي. وبعمل بقى الشعر. طبعا الكلام ده كله مشروح بالتفصيل، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت فيه تفاصيل شرح رسم العين، رسم الشعر، مش عارف ايه، السلسله دي كلها هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. تمام. تعالى بقى هنا عند الرقبه. تعالى نعمل بقى ده الرقبه. الرقبه بس خطين كده يعني شكل مستطيل كده صغير يعني. ده خليناه من غير رقبه، هو لازق في جسمه على طول. طبعا في ناس كده وفي ناس كده عادي. تعالى بقى نرسم ادي جزء الجسم من فوق. طبعا هم متصلين مش منفصلين، انا بس بفصلهم هنا علشان يبان الفرق، ان في هنا شكل مربع او مستطيل وفي هنا شكل مستطيل. نقفل بس الحته دي كده. وتعالى ننزل بالدراع. الدراع بننزل من عند الكتف. في ناس بتطلع من عند البطن كده تروح عامله دراع طالع كده من البطن، لا مش طالع كده. هو الدراع بيبقى نازل من الكتف، نازل ايه، بانسيابيه كده، ما يبقاش طالع، ما يبقاش طالع كده مستقيم لبره. كمل بقى جسمه. ادي الخط اللي في النص ده بس ما تطلعش فيه الاخر، او بعمل زي تمانية كده صغيرة. وبترسم بقى الحذاء بتاعه. طبعا بيبقى ثابت على الارض اللي هي الخط المستقيم اللي انت محددها اللي هي ارض، هو واقف على ارض. وادي كف ايده. هو طلع حزين وبائس معرفش ليه بس مش مشكله يعني. انت بقى بلعب بقى في التعبيرات بتاعت الوش. طبعا اتكلمنا قبل كده في تعبيرات الوش وقلنا ان تعبيرات الوش لو انا افترضت ان انا برسم
الوش عباره عن دايره، برضو علامه الزائد زي ما قلنا. طبعا انت لما تتمرن كتير وترسم بقى مع نفسك كتير علامه الزائد، انت مش محتاج بقى ترسمها، خلاص انت عرفت الملامح بتحطها فين والعينين والحاجات دي، فهتبقى الموضوع بسيط ان شاء الله. خلينا نتكلم في تعبير الوش. لو انا افترضت ان دي عين ودي عين ودي المناخير وادي الودان، ودي برضو عين ودي عين ومناخير والودان، مش هرسم البق والحواجب لان هم اللي هيحددوا تعبيرات الوش. خلينا ايه نعمل دي كده والمناخير. لو انا عملت ده، الحواجب عبارة عن قوس والبق عبارة عن قوس مفتوح لفوق، يبقى شكله كده مبتهج او سعيد او اللي هو مبسوط يعني. طيب لو انا عملت الحواجب دي عبارة عن 8 كده، 8، والبق عبارة عن قوس مفتوح لتحت، اداني شكل حزين بقى بائس كده زي الراجل بتاعنا. طيب لو انا عملت مثلا نفس البق قوس وكل حاجة، بس الحواجب بدل ما هي 8 لا اخليها 7، اداني تعبير وش غاضب. انت بقى ممكن ترسم وشوش كتير كده وتجرب، يعني جرب مثلا مرة تعمل الوش ده كده وادي العينين والمناخير، وتعالى مثلا اعمل الحواجب حاجب تحت كده والتاني مرفوع، والبق عادي يعملوا خط عادي، يبقى شكله كده رافع حاجب ومنزل حاجب وعلامة تعجب مثلا جنبه اللي هو بيتعجب من حاجة. جرب في مرة تعمل حاجبين لازقين في بعض، تمام. جرب في مرة تعمل الحواجب مرفوعة وفي نفس الوقت القوس لتحت، شوف ايه اللي هيحصل. يعني هي الموضوع بس انا بديك الفكرة الأساسية وانت بقى تشتغل مع نفسك بقى ايه وتجرب. هسيب لك بقى تفاصيل شرح كل حاجة من دي في الديسكريبشن تحت لو كده بص عليها.